يا صباح الخير او يا مساء الخير حسب تشوفوا الفيديو في انهي وقت. راجعه لكم النهارده بعد غياب، عايزه اقول لكم وحشتوني قوي، والمره دي انا راجعه لكم بخبر حلو قوي قوي بجد. الحمد لله يا بنات، قناتي حققت شروط الربح من اليوتيوب اخيرا. واللي ما يعرفش شروط الربح من اليوتيوب او شروط تفعيل القناه بمعنى اصح، فهي بتبقى حوالي 1000 مشترك، ودي حاجه الحمد لله انا حققتها بسرعه ما خدتش وقت. لكن الاصعب منها بكتير هي ال 4000 ساعه مشاهده. تخيلوا انه لازم الناس تتفرج على 4000 ساعه من فيديوهاتي، تمام، عشان اقدر ان انا احقق الشروط. طبعا ده كان شرط صعب، وانا كنت اعرف ان في ناس بتاخد مثلا سنه او كده عشان تحقق الشرط ده. الحمد لله حققناه في شهرين. انا مش مصدقه والله العظيم. انا لما كنت بشوف الرقم بيقرب كده في الاول خالص كنت بقول لا، نو واي، لان انا يعني الموضوع لسه طويل، واصلا ساعات الفيديو ما بيكملش 50 ساعه مثلا والله. وسبحان الله يجي فيديو تاني كده يعني ما شاء الله كده يعجبكم، ويبقى فيه بيجي من وراه مثلا مشتركين كتير وساعات كتير، فتلاقي الدنيا كده فجأة مشيت كويس. يعني الحمد لله، طبعا ده فضل من ربنا واكيد توفيق من ربنا. ويعني للعلم حتى لو هم مثلا شهرين او بالنسبه لناس تانية ممكن يبقى ده قليل او كتير معرفش يعني، بس في تجربتي الشخصيه كان الموضوع مجهد ومتعب والله العظيم. يعني انا تعبت فعلا، لانه المشوار اولا انا بتعلم حاجه جديده، بتعلم مونتاج، بتعلم تصوير، بتعلم حاجات كتير من اول وجديد، تمام. ثانيا يعني التصوير في وجود طبعا طفل ومسؤوليات تانية في البيت مش سهله خالص. سوري ان انا انشغلت معاكم بالكلام وبالخبر الحلو، نسيت اقول لكم احنا هنعمل ايه النهارده في فلوج النهارده. انا هنضف الحمام، كان بقاله الصراحه حبه ما تنضفش، لاني كنت مشغوله بباقي الشقه وبعمل حاجه على قد ما اقدر بصراحه، على قد ما وقتي بيسمح لي. بصوا، انا لما باجي انضف الحمام باخد معايا كروانه الم فيها كل حاجه، تمام، لان انا ما عنديش منظمات في الحمام بصراحه يعني. فبحط الحاجه اللي هي فوق الحوض، والحاجه اللي هي تبع الدش بحطها جنب الدش وخلاص. فدلوقتي بلمهم كلهم مع بعض عشان لما انضف تبقى الدنيا كده رايقه، تمام. وبعدين تلاقيني كده برش اللي هو الصابون ده، انا بحبه صراحه، بحب استخدمه يعني في التنظيف وقبله. والاصفر ده اللي انا كنت رشاه في كل حته ده اعتقد ان هو ديتول تمام، حاجه سايبه عندي بقالها فتره فانا مش عارفه ايه، بس هو بصراحه ريحته حلوه قوي وبتحس كده بنظافه وريفرشنس كده. بصوا ورا الحوض هتلاقوا فيه اللي هو الاسود ده، انا مش عارفه والله اعمله ايه بجد. يعني ده اعتقد ان هو حاجه يعني هي ما بتطلعش مهما ان ادعك فيها، ما بتطلعش. هي في الماده اللي هي بتلزق الحوض بالحيطه مش عارفه انتوا عارفين فاهمين ولا لا. لو عندكم حل يعني ليه، انا حطيت عليه كل المنظفات اللي عندي، مفيش اي حاجه طبعا غيرت فيه. المهم انا دلوقتي هكمل معاكم تنظيف الحمام، وهنرجع برضو لموضوعنا، موضوع تفعيل القناة، عشان هو الصراحة اكتر حاجة الفترة دي بسطاني، واكتر حاجة مخليني كده يعني. ده بالنسبه لي حدث. ممكن حد تاني يقول لي انت لسه شفتي حاجه؟ ده لسه المشوار كده في اوله، ده انت لسه هتحتاجي مش عارفه عشان يعني تجمعي $100 عشان مثلا تعرفي تقبضي حاجه من اليوتيوب، وده بس انا ساعات بياخد سنه او انا مدركه كل الكلام ده. انا مدركه انه ارباح اليوتيوب كمان في مصر قليله جدا، يعني الموضوع يعني احيانا بيكون محبط. بس انا ما فتحتش القناه لسبب مادي بحت صراحه، انا مستمتعه باللي انا بعمله، وحاسه ان هو يعني انا كنت محتاجه ده في الفتره دي. فاهمين انتوا يعني؟ احيانا الشخص بيكون محتاج حاجه تشغله في فتره ما من حياته. انا الفتره اللي بعد الولاده دي انا كنت محتاجه اعمل حاجه لنفسي، كنت محتاجه اعمل حاجه تبقى زي هوايه ليا، فاهمين؟ اللي هو حاجه وانا بعملها احس ان انا يعني ايه ده، انا بعمل حاجه لمها مش لحد تاني. ف يعني الحمد لله ان انا توفقت الموضوع التصوير والكلام ده. انتوا مش متخيلين انا بستمتع قد ايه بعمليه التصوير نفسها او تحديد المونتاج. انا بحب قوي ان انا اقعد امنتج، وان انا اعمل صوره واصمم صوره ومش عارف ايه. فالموضوع مش والله هو ممتع، وانا اعتقد انه لو ما كانش ممتع ممكن مفيش حد هيقدر يكمل في اليوتيوب، بالذات في الاول بتبقى زي ما قلت لكم النتائج محبطه جدا. يعني انا في موضوع 4000 ساعه مشاهده ده يعني
انا بعتبر انه ربنا وفقني ان انا محظوظه، يعني فاهمين اللي هو ممكن لو في الوضع العادي، لو مثلا ما عملتش فيديو مثلا بتاع جوله في مطبخي وجوله في شقتي وكل الكلام ده، ممكن ما كنتش اصلا اعرف لسه اجيب ال 4000 ساعه مشاهده الا بعد شهور. لانه الناس يعني محتوى الروتينات اللي انا بعمله مش كل يعني مش بينتشر بسرعه. هو لازم تكوني علاقه مع الناس كويسه، والناس تبتدي فعلا تحبك عشان تبتدي تهتم، تعرف انت بتعملي ايه في يومك. فاهمين؟ فانا نصيحه مني لاي حد بيبتدي قناه، ركزوا على الفيديوهات اللي بتفيد الناس، او الفيديوهات اللي ممكن تكون محط اهتمام الناس، وانتوا تقدروا تقدموها في محتواكم، يعني عشان هي دي اللي بتجيب الغير مشتركين. لانه انتوا ما تركزوش على فكره ان احنا عندنا مشتركين اوريدي، فهم هيبقوا مستنين مثلا فيديوهاتنا او كده. هو اصلا في الاول خالص بيبقى زيرو مشتركين كده كده، فهو كله غير مشترك. فانت يعني محتاجه ان انت تتارجتي حاجه، يعني مجتمع معين من الناس حسب محتواكي. انا عملت كده، ومعرفش اذا كان ده صح او لا. عملت جوله في مطبخي، كان اول فيديو كان ما شاء الله جايب اكتر من 30,000 مشاهده. بس الناس اللي كانت داخله عشان عايزه تشوف مثلا تاخد فكره عن المطابخ الصغيره، الشقق مثلا الصغيره. ما كانتش جايه عشان تشوف شخصيه بتعمل روتين وتتابع مثلا يومها او كده. فعشان كده يعني كان حصل بوم في الفيديو ده، وبعدين المشاهدات ابتدت تقل شويه شويه شويه، واتفضل معايا بس الناس اللي فعلا حبتني واللي فعلا حابه ان هي تشوفني. فهم دول الناس اللي انا عامله لهم الفيديو ده عشان يفرحوا، لان هم بداوا معايا المشوار، واكيد كل خطوه بنخطيها مع بعض او بنعديها مع بعض، وكل عقبه بنمر بيها اكيد انا احب ان انا اشارككم الحاجه الحلوه، زي ما بشارككم حاجات اكيد مش حلوه، او يعني يا ربنا ما يجيب اي حاجه وحشه يا رب. بصوا، انا هنا كنت دخلت لي حلواني فلوكيجر عشان نجيب حاجه نحتفل احتفال صغنون قد كده. بس اكتر حاجه شدتني عندهم هي الايس كريم. عندهم ايس كريم دبي محشي كنافه بالبيستاشيو، مش عارف ايه، عارفين بقى انتوا ترند دبي ده. فقلت ايه يعني حلو، فكره جديده اما اجرب ايه الايس كريم بتاعهم. وبعدين رحنا عدينا بقى الناحيه التانية، ناحيه الكورنيش، ناحيه البحر. عايزه اقول لكم انه ما شاء الله المكان هنا ان هو اتجدد. وعايزه اقول لكم طبعا اللي يعرف سكه البحر دي اصلا كان فيها تصليحات بقالها طول الشتاء وطول السنه تقريبا. فما شاء الله دلوقتي ابتدوا ان هم يفتحوا الطرق، وابتدوا ان هم ينوروا الدنيا كده، والدنيا وبكده اقدر اقول لكم انه الدنيا في اسكندريه بقت مستعده لاستقبال المصيفين. اوكي، يلا بينا، مستنيينكم. هي اوريدي ما شاء الله ابتدت يعني تبقى في زحمه خلاص. بصوا هنا رجعنا للبيت، وكنت عايزه اعمل الغدا. كنت هنا بوريكم ان انا عايزه اكل سولي بطيخ، بس مش عارفه اكله له ازاي، هو مليان ميه. فرحت عامله جزء كده عصير، وصفيت الميه بتاعته حطيتها في الببرونه، وجزء حاولت ان انا اهرسه من غير ميه قد ما اقدر، يعني بحيث ان هو ياكل ويستطعم يعني البطيخ. ماشي. والنهارده هعمل كمان صينيه بطاطس. فطلعت اخر عايزه اقول لكم دي اخر صلصه عندي في الفريزر. قطعت شويه بطاطس، وهنا بسلق لحمه. فخلاص كده تعتبر اللحمه اتسلقت وكل حاجه جاهزه، بس ناقص ان انا ايه احط الحاجه على بعض. عايزه اقول لكم كنت سالقه معاها طبعا كوسه وبطاطس، وبستغل فرصه اي سلق ان انا اسلق اسلق خضار عشان اعمل اكل صلي. والقولي كمان، قولي اللي هو القط بتاعي، انا دلوقتي بعمل لهم الاكل بتاعهم سوا تقريبا، لان هم بياكلوا نفس الاكل. هو خضار مسلوق مع مثلا فراخ او لحمه او كده، فهم اوريدي بياكلوا نفس الاكل. هم ولادي هم الاثنين الصراحه، ربنا يخليهم ليا يا رب. الرسالة التانية اللي أنا حابة أوصلها من خلال الفيديو ده بالمناسبة، يعني اللي أنا عملت عشانها الفيديو ده، وهي يا بنات اتعلموا إزاي تحتفلوا بإنجازاتكم الصغيرة مهما كنتي في نظرك شايفاها حاجة ما تستاهلش أو حاجة تافهة. لأنه صدقوني المتعة في الطريق. انا اختكم اهو، عديت ال30 سنه وعندي شويه خبرات صغيره كده في الحياه. حابه اقول لكم انه فعلا المتعه في الطريق. المتعه ان انتوا يعني تستمتعوا بكل خطوه بتعملوها، مش بالنتيجه. لانك انت لو استنيتي نتيجه كل حاجه بتعمليها عشان تفرحي وعشان تحتفلي وعشان
تبقي فخورة بنفسك، يبقى انت كده ممكن في حياتك كلها تحتفلي مثلا يعني فاهمين اللي هو 4-5 لحظات كده في الحياة كلها. طب ليه؟ طب ما احنا ليه ما نبقاش فخورين حتى بالخطوات اللي احنا بنعملها كل يوم مهما كانت حاجة صغيرة، حتى لو انت مثلا مش بتشتغلي او ان انت مش يعني خلصتي مثلا دراسة وخلصتي كل الحاجات اللي فيها الاشيفمنت يعني ظاهر قدامك. بصي في الحاجات اللي مش ظاهرة، اللي ممكن الناس ما تقولكيش عليها برافو وتسقف لك، انت بنفسك اللي محتاجة تقولي لنفسك برافو. وفي الاخر حابه كمان اشكر الناس اللي افتقدتني. انا مش متخيله فعلا في ناس دخلت على الانستجرام وتبعت لي انت فينك، وده غير الكومنتات على اليوتيوب. فانتوا والله العظيم انا مش عارفه اقول لكم ايه، والله العظيم في ناس لو ما عملتيش كومنتات على كل فيديو والله بقلق عليهم. يعني لو نزلت فيديو وما شفتش كومنت من ناس معينه كده اللي هم انا بشوفهم على طول، والله بقلق عليهم بجد. ببقى عارفين اللي هو عايزه ادخل اسالهم انتوا فين ولا انتوا كويسين ولا لا، وببقى مكسوفه. بس انتوا فعلا انا يعني بقيتوا جزء كده من حياتي. ويعني حتى في ناس حتى من غير ما اشوفهم من غير ما اسمع صوتهم بحسهم قريبين، بحس ان انا اعرفهم بقالي كتير مثلا. مش عارفه والله احساس غريب، بس يعني ربنا ان شاء الله يديم المحبه ما بيننا. وانا اسفه لو كنت اتاخرت عليكم في الفيديو، بس انا كنت مستنيه ان القناه تتقبل لان هي كنت مقدماها للمراجعه. اليوتيوب بيحب ان هو يراجع القنوات الجديده عشان يشوف اذا كان فيها اي مخالفات او حاجه، والموضوع ده ساعات بياخد وقت. بس الحمد لله كده كل حاجه تمام بفضل الله. وطبعا اكيد بعد ربنا بفضلكم انتوا، بفضل دعمكم بالذات الناس اللي هي منتظمه معايا انتوا. يعني خلاص بقى انا مش هتكلم اكتر من كده. عموما لو انتوا بتتابعوني لحد اللحظه دي فانزلوا اعملوا لايك واعملوا لي كمان كومنت، لانه اللايكات هي اللي بتعلي الفيديو وتخليه يظهر لناس اكتر، فده يعتبر من الدعم اكيد. تمام. انا هنا خلاص تقريبا بفنش الغدا. عايز اقول لكم طبعا صينيه البطاطس اتحرقت شويه، وده الاكل بتاع القط كده. صينيه البطاطس للاسف نشفت شويه في الفرن، بس سيبكم من منظرها اللي انتوا هتشوفوه ده، هي والله كان طعمها حلو برده يعني عادي. بالنسبه لي القط كنت عايزه اكلمكم عن حاجه كده يعني صراحة مزعلاني قوي الفترة دي، وهو ان انا اكتشفت مؤخرا ان القط بتاعي ما بقاش يسمع. للاسف ما بقاش يسمع. انا اصلا كنت ملاحظة يعني ان انا يعني بقالي فترة مثلا اندهله عشان ياكل وبيبقى جعان وما بيجيش. احرك الطبق ده اللي هو طبق الستيل ده، لما بحركه بيعمل صوت جامد على الارض. يعني ما بيجيش برضو، اللي هو لازم يكون شايف الطبق عشان يجي على طول زي ما هو جاي كده دلوقتي. فكمان اشغل مكنسه كهربائيه كان يهرب يجري على طول بيخاف منها جدا، دلوقتي بقى يقعد يتفرج عليا وانا بكنس عادي. فده خلاني استنتج ان هو للاسف الشديد ما بقاش يسمع. واظن السبب انه الفتره الاخيره هو كان جاله مرض فيروس يعني صعب قوي قاتل يعتبر، وربنا الحمد لله وفقنا ليه دكتور كويس وبقينا بنعالجه بقى يوميا محاليل ادويه، وكان بياخد ادويه بشريه كتير يعني. فاعتقد ان في حاجه من الادويه دي او المضادات الحيويه دي كانت اوتوتوكسيك، او اللي هي يعني بمعنى ان هي بتاثر على اعصاب السمع، وهي اللي خلته ما بيسمعش. انا مش عارفه اذا كان ده حاجه دائمه او مؤقته، بس احنا ان شاء الله هنروح للدكتور البيطري قريب عشان نطمن عليه. بس انا زعلانه قوي والله وصعبان عليا يعني. ادعوا له يعني ان شاء الله تكون دي حاجه مؤقته بس، ويا رب يخف باذن الله. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. حابه اقول لكم يعني استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. انا محضره لكم حاجات حلوه وافكار كتير حلوه، وهتكون كمان مختلفه عن الروتين، مش هيكون روتين بس باذن الله. وبس كده اقول لكم مع السلامه، باي باي.